نبدأ نتعرف على الحاجات اللي حوالينا بالإيطالي نقولها إزاي؟ ما تيجوا نبدأ نتعرف على الإيطالي من خلال الغرفة بتاعتنا. أنا عايز أقول الأوضة بتاعتي فيها إيه؟ الأوضة نفسها أو الغرفة بيبقى اسمها إيه بالإيطالي؟ بيبقى اسمها كاميرا. كاميرا كاميرا يعني غرفة. كاميرا هي نفس كلمة الكاميرا بتاعت التصوير، هي نفس الكلمة بالظبط اللي هي كلمة كاميرا. كلمة كاميرا بتاعت التصوير جاية أصلا من اللغة الإيطالية بمعنى غرفة أو حجرة، لأن الكاميرا أول ما اخترعوها كانت بتبقى عاملة زي غرفة كده، اللي بيصور بيحط دماغه جوه الغرفة دي، فيعني خدت اسمها كاميرا من كده. فكلمة كاميرا بتاعت التصوير جاية أصلا اسمها من كلمة غرفة. غرفة يعني كاميرا. وفي كلمة تانية بمعنى كاميرا برضو بتستخدم اللي هي كلمة ستانسا. ستانسا برضو يعني غرفة. مفيش فرق بين الاتنين كبير، زي بالعربي كده في كلمة غرفة وكلمة حجرة نفس المعنى تقريبا يعني. بس مينلي الغرفة اسمها كاميرا. ممكن تستخدم بكلمة ستانسا، اوكي مفيش مشكلة. كاميرا يعني غرفة. الغرفة بيبقى جواها ايه؟ ممكن يبقى جواها بورتا. بورتا. che cosa questa? بورتا. كاميرا اللي هي الغرفة. الغرفة بقى فيها بورتا. بورتا يعني باب. بورتا. بورتا ناخد بالنا، بورتا مش بورتو. بورتو يعني مينا، دي كلمة تانية خالص ملهاش علاقة. بورتا يعني باب. بورتا. بورتا يعني باب. في كمان chiave. 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 chiave يعني مفتاح. الباب بيفتح بالكيافي. tavolo. 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 tavolo يعني ترابيزة. tavolo يعني ترابيزة. tavolo. letto. letto. letto يعني سرير. دي بعض كلمات في الحاجات الأساسية في الغرفة، عشان ممكن بعد كده نستخدمها في كلمات مع بعض نبدأ نتكلم إيطالي. جراتسي e buona fortuna.